شنو معناها عين تنوح لمصابك والله وهاي شكواها يا ابو محمد 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 مثل هاليوم يا ابو محمد في جيعها هزت الاكوان اجت جعده بلبن مسموم فتت شابتك الضميان نعى العباس وبجت زينب صاحت وياها النسوان بدموع العين صاح حسين يعزي اول الاخوان يا اول صبط هاليوم راحوا نفسي نعاها يا ابو محمد يا ابو محمد محمد يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد فخر إلنا يا ابو محمد باسمك نرفع الاعلام نصرخ بالبقيع اليوم يا المصيوب بالسهام سهم الجور اجال الطاف صاح حسين بالآلام غدر جعده وصل زينب راواها ظلم بالشام لكن يا جماعة الذي يدمي القلب اسمعوا هذه الأبيات طبما إلك مولاي لا شباك ولا حراس ما نسمع نعي نعاي ولا حضرة وبيها الناس ما شفنا علم أخضر ولا أعتاب إلك تنباس وعد قبرك ما شفنا قمر واقف مثل عباس قبرك سيدي مهدوم حفيد الباغي سواها يا ابو محمد 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 تقل ادري انا بالمآتم تجي امك تدير العين الزهراء تحضر في مجلس الحسن في مجلس الحسين في مجلس ابنائها مجالس اولادها ادري انا بالمأتم تجي امك تدير العين تشوف الناس تعزيها وتعزي ابو الحسنين ذاك نوح لمصابك وهذا يلطم بجفين اتخيل صوتي يصيح يا ابني خذاك البين بس نصيح يا مسموم ادري الصيح
يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد. نعم مثل ما كل شيعي يتمنى أن يأتي إلى قبر الحسن تبقى هذه الغصة في قلوبنا. يقول الشاعر مثل ما المشاي تذهب إلى كربلاء يوم الأربعين تمشي من كل البلدان حتى تصل إلى قبر الحسين. الشيعة أيضا يتمنون أن يكملوا المسير من قبر أبي عبد الله إلى البقيع إلى الإمام الحسن. لو بدي يا مولاي أجي من كربلاء مشاي أتعنى إلك هاليوم وصب دموع من عيناي وارفع لك علم باسمك يرفع لي إلك باسماي وازحف أنا عند قبرك وصيح أدركني يا رجواي. صبح منزور من السور حتى الدمع منعاها. يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد